ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتوا شايفين كده، هو الفطير النهارده طري جدا ومورق بطريقه فظيعه. الفطير اللي انتوا شايفينه انا مش عاملاه في الفرن، انا عاملاه في الطاسه العاديه اللي بنعمل فيها البطاطس. انا ما كنتش متوقعه ان النتيجه تطلع بالجمال ده كله ويطلع الفطير معايا مورق كده، بالاخص ان انا عاملاه على البوتاجاز من فوق. خليكم معايا واحدة واحدة عشان هنعرف مع بعضينا المكون اللي احنا حطيناه وخلى الفطير مورق بالطريقة دي. اول حاجة هنعمل نص كيلو دقيق، حاطين عليه معلقتين سكر، عليهم نص معلقة من الملح. السكر هنا انا حطيته بودرة، حابة تحطيه سكر عادي مفيش اي مشكلة، يعني المتاح عندك. والمية زي ما انتوا عارفين بننزل فيها تدريجيا، بالذات بعجينة الفطير. ليه؟ عشان تكون معايا عرق كويس. اهم حاجة في عجينة الفطير اني انا احط المية تدريجيا، ما احطهاش مرة واحدة. بعد كده لما الاقيها اتعجنت معايا، قبل بقى ما اخلص عجن خالص، بحط زي معلقتين زيت وعجنها كويس جدا لغاية ما يبقى ملمسها ناعم وطري. نيجي بقى للمكون بتاعي اللي انا هحطه. انا هنا هوك مستخدمه سمنه كريستال، حطيت عليها معلقتين من النشا ونص معلقه بيكنج باودر. حجم المعلقه اللي انا استخدمتها معلقه صغيره عاديه خالص، واقلبها كويس جدا في السمنه بتاعتي. انا هنا هوك مستخدمه سمنه كريستال لانه زي ما انتوا عارفين الحاجه دلوقتي بقت غاليه، فنادر قوي لما تعملي الفطير بسمنه بلدي. متاح عندك بلدي اعملي بلدي. بقى العجينه بتاعتي بقت ملمسها طري ازاي. يفضل ان انت لما تعجني العجينه تحطيها في ورق استرتش كده هو زي ما انا حاطه. دي بتساعد ان العجينه ملمسها يبقى ناعم وطري جدا زي ما انتوا شايفين كده هو. كده انا بعد ما سبت العجينه بتاعتي ترتاح، يعني ارتاحت معايا حوالي كده هو نص ساعه، ببدا اكورها. انا هنا هو كورتها حوالي 5 كرات بالشكل اللي انتوا شايفينه وعلى الرخامه بتاعتي، وببدا اكورها بالشكل واحطها في صينيه تبقى عليها سمنه من تحت عشان العجين بتاعتي ما ينشفش، ومن فوق برضو بحط زي حته سمنه كده من على الوش برضو. بعد كده هسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق مش اكتر، وببدا باول واحده كده. بصوا العجينه يعني مش محتاجه نشابه اصلا خالص، العجينه طريه جدا زي ما انتوا شايفين كده بتتفرد معايا بكل سهوله. اهو بفردها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بكمل من ايدي كده واشد العجينه زي ما انتوا شايفين. يعني عجينه الفطير فيها عرق حلو قوي وما شاء الله ملمسها حلو قوي طري. بس كده واروح بقى واخده معلقه سمنه من اللي انا حاطه عليها النشا والبيكنج باودر. ركزوا بقى في في الخطوه دي. بعد كده بجيب السكينه وبقطعها كده وببدا اتني الجنب ده على الجنب ده، وملس ملسه سمنه كده واتني برضو كل جنب عليها كده. الطريقة دي بتخلي الفطير بتاعي مورق جدا، وفي الاخر برضو هتشوفوا الفيديو بعد ما استوى هتشوفوا كمية التورقات قد ايه اهو، ولا بتتقطع منك ولا اي حاجة خالص، ولا ان انت لازم تعمليه على حاجة كبيرة ولازم الفطيرة يبقى حجمها كبيرة. لا، اعملي الفطير سواء صغير سواء كبير اعمليه بالطريقة دي، مفيش اسهل من كده. بصوا ملمس العجينة بعد ما ارتاحت، هي بتتفرد يعني لوحديها. بصوا العجينة ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. انا هوريكم اهو واحده تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا هفردها برضو كويس جدا لغايه ما يبقى سمكها مش رقيق قوي ولا سميك قوي، يعني ما تبقاش رقيقه جدا علشان لو رققتيها قوي هتتقطع منك. بص هي كده سمكها حلو قوي، بفردها من الجناب تبقى على شكل مستطيل كده وببدا بقى احط السمنه بتاعتي. وطبعا كل ما كان نوع السمنه كويس كل ده ما بيحل من الفطير بتاعي. يعني عندك سمنه بلدي حطي، سمنه بقري حطي، عندك زبده فيرن حطي، عندك سمنه كريستال، اي نوع سمنه انت بتفضليه وعندك وعاوزه تعمليه اعملي. حابه تدربي سمنه على زيت اعمليها برضو، يعني ما تعقديش نفسك من اي حاجه. الطريقه سهله ومضمونه 100%، وصدقيني النتيجه حلوه جدا، يعني احسن ما هتعمليه في الفرن كمان.
يعني انا ما كنتش متوقعه بصراحه النتيجه دي. وانا هبقى اوريكم طريقته وهو محشي كنافه وبسبوسه، وهو طريقته وهو محشي حادق برضو بيبقى حلو قوي. ادي الفطير بتاعي اهوك، يجي على وشه باخد برضو ايه معلقه سمنه كده اهوك واحطها على وشه، لاني انا مش عاوزه العجين ينشف معايا. هسيبه حوالي 10 دقايق يرتاح، مش اكتر من كده. يعني عقبال ما احط معلقه سمنه كده على الطاسه ان هي تسخن، وبعد كده اخد اول فطيره انا عملتها وببدا افردها. بصوا بسم الله ما شاء الله ارتاحت خالص زي ما انتوا شايفين كده. بفرد بايدي ولا بفرد بنشابه ولا باي حاجه خالص، ما بفردهاش قوي عشان ما خليهاش سمكها رقيق. يعني ايه، كل ما ترققيها كل ما هتطلع مش مورقه معاكي، وهتطلع ايه رقيقه جدا وهتنشف منك. خلي سمكها اللي هو السمك المظبوط اهي، واحطها في الطاسه بتاعتي بمعلقه سمنه كده اهوك، واروح مغطياها. النار بتاعتي تبقى مظبوطه، يعني لا عاليه قوي ولا واطيه قوي، اللي هي النار المظبوطه. عقبال ما بتتعمل بكون انا هنا فردت ايه بقيه الفطير زي ما انتوا شايفينه كده اهوك. بصوا بسم الله ما شاء الله، اول لما عينت الغطا لقيتها ايه مرتفعه كده اهوك. ببدا اقلبها بقى على الجنب التاني واغطيها برضو. طبعا مش اللون دوت اللي انا عاوزاه، انا عاوزاه ايه محمره شويه، فهقلبها كده اهوك على الجنب التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، ده كده السوى المظبوط اللي انا عاوزاه. يعني انا بحب لون الفطير بتاعي يبقى اللون الذهبي دوت اهي. هشيل الفطيره بتاعتي واكون مجهزه بقى طبق صينيه واروح حاطه فيها اهي. لقيت الطاسه بتاعتي ما فيهاش سمنه، بزود معلقه سمنه عشان الطاسه بتاعتك ما يبقاش فيها سمنه خالص وتقولي ده الفطير ايه اتحرق مني اتحمر مني. اهو انا حسيت ان هو كني ما فيش سمنه، فروحت ايه حاطه معلقه سمنه. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني ما بياخدش وقت خالص وبيطلع مورق وجميل قوي. يعني حابه تعمليه على الفطار، هتعمليه على العشاء، على الغدا، هيبقى حلو جدا صدقيني. وتاكلي معاه حته جبنه كده هوك، او كحلو ترشي عليه سكر بودره من فوق كده هوك، هيبقى حلو قوي. ادي الفطيرتين اللي انا عملتهم، طبعا انا مش هطول عليكم. او بصوا دي بقى الخمس فطاير اللي انا عملتهم، صدقوني تحفه. او احنا طبعا كنا هناكله سخن، فحبيت ان انا يعني افتحه واوريه لكم كده هوك، ما استناش لما يبرد. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الطبقات رقيقه ازاي ومورق حلو قوي. بصوا مش اللي هو ايه تخين كده هوك من جوه والسمك مش حلو، فيه كميه رقات حلوه جدا وطري في نفس الوقت، والطبقه اللي على الوش دي مقرمشه وحلوه قوي. يعني صدقوني طعمه حلو قوي هيعجبكم. حابه تكليب عسل زي ما قلت لك كليه، حابه ترشي سكر تكليب حته جبنه، يعني دي حاجه ترجع لك انتي. وده كده بيكون فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا على قلبكم.